انا بقول للراجل هنعمل كواليس تجهيز النفاس ويقول لك ما تقولش كده. انا عارف كل حاجه وانزل شعرك ده الصورة واضحة أهم حاجة؟ ايوه يا عم. طبعا دلوقتي احنا بنجهز نقول مطعم، مش عايزين نقول الاسم دلوقتي، هيبقى مفاجأة وهيبقى فيه مندي وحضرموت. فطبعا احنا بنجهز دلوقتي من ضمن التجهيز ان الشغل طبعا واخد كل زيوت، فبنخليها ان شاء الله تبقى ابيض زي كده. الدهان زيت جوكر دوسان، دوسة او فيرماستيك على حسب الموجود.
ده طبعا يا جماعة المكان من بره اهوت شكله محترم جدا، والحمد لله تعبنا فيه والشكل طلع كويس جدا زي ما احنا شايفين. ده طبعا اسم المحل، تمام. ده المكان اللي هو فيه. المكان طبعا في بركة السبع جنب جملة الشاذلي. هنفتحه من جوه دلوقتي ان شاء الله ونشوف المكان شكله ايه من جوه، وبعد الفينش المكان بقى عامل ازاي. طبعا المكان اللي فوق ده اللي احنا كنا فيه واللي هيبقى فيه القعدة، تمام. ده طبعا مطعم الدفاس. ده كده طبعا المكان اهوت لسه طبعا الافتتاح. احنا قلنا طبعا لسه كله في مرحلة الكواليس. ده المطعم من جوه ما شاء الله استقبال نظيف، وبار شكله شيك وجميل جدا جدا زي ما احنا شايفين. هنا طبعا ديت الشواية، تمام. وهنا طبعا هيكون فيه انتظار خفيف كده. ده طبعا شكل المطعم. طبعا انتوا شفتوه قبل ما يتعمل بالشكل الجميل ده كان شكله ايه الاول، والسقف كان شكله ايه. الحمد لله دلوقتي زي ما احنا شايفين الشكل اختلف 180 درجة. فاحنا طبعا كنا وعدناكم ان هيكون في فيديو بعد ما نخلص علشان نشوف الفينش ونشوف الشكل بتاعه النهائي. هنا طبعا اهم حاجة هنوريها لكم الفرن اللي هو بتاع المندي. ده الفرن اهوت اللي هيبقى فيه التيس اللي هو الاكل المندي، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة ده تجهيز الدور الثاني من مطعم الدفاس بركة السبع. طبعا لسه المكان زي ما انتم شايفين هيتصنفر ويتنضف ويندهن، بعد كده ان شاء الله هيتفرش. ده مطعم الدفاس بركة السبع، اول فرع يتفتح في بركة السبع. طبعا الشغل بتاعه كله هيبقى شغل مندي. ده مطعم الدفاس بركة السبع للمندي والمشويات. ديت طبعا بعد ما خلصت اهيت
ما كناش جبنا العيال بقى يتنططوا عليها. ما تخش يا احمد تتنطط عليه يا ابني، تشيل اوزان ما تقلقش. طبعا هي حاجه خايفه كده عشان خاطر الاطفال لما تخش يبقى في حاجه تلهيهم وتسليهم وتحببهم برضو في المكان. دي طبعا كنا بنشدها دلوقتي، ودي اللي بعد ما خلصت اهي. وطبعا الارضيه ربر برضو علشان خاطر لو في عيل وقع على الارض او كده يبقى الارضيه ما تضروش في اي حاجه، بل بالعكس هيحب يتنطط ويلعب عليه. فطبعا يعني الصراحه الناس عاملين حساب كل حاجه، يعني حتى الاطفال ما نسيهمش، لا كل حاجه معمول حسابها. طبعا هنا المكان بسم الله ما شاء الله باين طبعا بعد الفرش، وبعد لسه ما اتفرش كله طبعا بالكامل. الفرش الكامل ان شاء الله هيكون يوم الافتتاح باذن الله. طبعا ننتهز الفرصه ديت ان احنا نبارك ونهنئ صاحب المكان. الفكره جميله جدا جدا ان يبقى في بركه السبع حاجه جميله بالشكل ده، حاجه تخليك ان انت لو في يوم نفسيتك تعبانه عايز تطلع انت والعيال، انت واصحابك، انت واي حد عايز تيجي تتفرج عن نفسك شويه وتاكل اكل نضيف نضيف بجد. لان صاحب المكان راجل محترم جدا جدا، انا اعرفه شخصيا. اهم حاجه عنده الصدق، الامانه، الاخلاص. فلما يكون راجل متوفر فيه الثلاث حاجات دولت ويجي يفتح حاجه تخص الاكل اللي احنا هناكله او تخص عيشتنا احنا، لا احنا ناكل من وراه واحنا مطمنين. المطعم يتفتح مندي في بركه السبع، وان شاء الله ربنا يبارك ويكون فيه فرع واثنين وثلاثه، وان شاء الله الناس كلها هتحب القعده هنا وهتحب ان هي تيجي تاكل كل يوم هنا. وان شاء الله الاسعار هتكون في متناول الجميع. انا شفت المنيو كويس جدا مقارنة بالاسعار اللي حوالينا، لا يزيد على كده جودة اللحمة وجودة المنتج بتاعنا هيكون حاجة محترمة جدا. في ناس طبعا هتقول لي طب انت بتعمل الفيديو ده انت راجل بتاع تشطيبات او كده. لا، انا بعمل الفيديو ده حبا في الشخصية وان احنا نتمنى له الخير، لان فعلا هو يستحق ويستحق اكتر من كده. واحنا متعودين دايما اي عميل معانا بنتمنى له الخير، طالما هو راجل كويس معانا وبيتمنى لنا الخير احنا كمان ما نكرهلوش الخير. فان شاء الله بدعو كل الناس اللي هي تعرفنا او الناس اللي هي اللي متابعانا او الناس اللي هي تشوف الفيديو ان هي تيجي تجرب الافتتاح هنا. ان شاء الله هيكون يوم الخميس اللي جاي، فان شاء الله هيكون افتتاح كويس جدا. وهحاول ان شاء الله برضو اصور لكم يوم الافتتاح او الكواليس بتاعه الافتتاح ان شاء الله باذن الله هتكون حاجه كويسه جدا. ده طبعا اللوجو بتاع الدفاس بتاع المطعم. اثبت ما تتحركش وانت بتصور. تمام، تعال اطلع، خلي حركتك بطيئه. خد لقطه كده هناك. خليك هادي ما تتحركش بسرعه. تمام، الف كده الناحيه دي. ده طبعا دلوقتي يا جماعه اثناء التجهيزات. خش طب ارفع يلا. ده طبعا اثناء التجهيز واثناء الشغل. طبعا احنا شفنا المكان ده في الاول كان عامل ازاي.